تحل اليوم الاثنين 16 فبراير الذكرى ال 12 على رحيل نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر سيد عبد المنعم محمد الشهير بالعربي مكتسح الملعب. فقصته ليست مجرد حياة للضلع الثالث لمثلث الرعب الدرويشي الذي كان يضم معه الساحر رضا والكونت دي شحتة، بل هي حكاية يعرفها الجميع داخل الإسماعيلية، لأنه ولد قبل مولد جوهرة الكرة العالمية البرازيلي بيليه بيوم واحد فقط، وذلك يوم 22 أكتوبر 1940. ولعب العربي مع الإسماعيلي أكثر من 11 عام خلال مسابقات الدوري العام وكأس مصر ودوري الدرجة الأولى أثناء الهبوط. وشارك العربي في فوز الإسماعيلي بأول بطولة دوري مصري موسم 66-67 وبطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الأنجل بير عام 69. العربي هو أحد أبرز أيقونات الجيل الذهبي للإسماعيلي في الستينات، الذي حقق أول دوري عام 1967 وأول بطولة أفريقية عام 1969، وعرف بتسديداته القوية وتشكيله ثلاثي هجومي مرعب مع رضا وشحتة. دخل العربي تاريخ الدوري المصري كأصغر لاعب يشارك في تاريخه بعمر 15 سنة و5 أشهر، وأصغر هداف الإسماعيلي بعمر 16 سنة. دافع عن ألوان القلعة الصفراء الدرويش من موسم 57-58 حتى موسم 69-70، وتوفى في 16 فبراير 2014 عن عمر يناهز 73 عام بعد مسيرة حافلة، تاركا إرثا كبيرا كواحد من أعظم مواهب الدرويش عبر التاريخ.